عارفين المطربة اللي بتغني تيجي نتجوز في السر، تيجي ناخد بيت بعيد؟ أيوة، هي المطربة اللبنانية سارة الزكريا تم صدور قرار بمنعها من الغنى في مصر، لا وكمان إحالتها للتحقيق. القرار أصدرته نقابة الموسيقيين مؤخرا بسبب حفلة ليها في الساحل الشمالي تم صدور فيها تجاوزات غير أخلاقية في الحفلة. سارة زكريا وجهت إهانة للجمهور المصري، ومش بس كده، قالت كلام فيه إيحاءات جنسية غير مناسبة تماما للثقافة المصرية. سارة وهي على خشبة المسرح هزرت مع الجمهور وقالت: هو الجمهور هنا كله مبرشم ولا ايه؟ ها ها ها. لا وكمان غيرت في كلمات الأغنية بتاعتها اللي هي بتقول فيها حتى كلب ماكو ما بدي، وقالت حتى كلب ابن 60 كلب ما عندي. وطبعا هي هنا ما كانش قصدها الكلب هوهو وكده، هي كانت بتقصد الراجل. غير الكلام اللي قالته على خشبة المسرح وفيه إيحاءات جنسية واضحة جدا. علشان كده مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أصدر قرار بمنعها من الغنى في مصر وإيقاف التصريحات ليها، وكمان أحالها للتحقيق. هل سارة زكريا بقى حست بالندم أو إن هي عملت حاجة غلط بعد القرار ده؟ ولا الهوا، ولا طلعت اعتذرت ولا أي حاجة، بل على العكس خلت مدير أعمالها يرد بالنيابة عنها في تصريحات إعلامية. رده كان مستفز جدا الحقيقة. قال إيه وفيها إيه يعني لما تهزر مع الجمهور؟ ما أي حد ممكن يهزر مع حد في الشارع يقول له إيه يا عم، هو أنت مبرشم ولا إيه؟ نسي تماما إن هي كانت واقفة على خشبة مسرح ليها قواعدها وأصولها، مش واقفة تهزر مع أصحابها في الشارع. لسه منتظرين نتيجة التحقيق مع سارة زكريا، ويهمني أعرف رأيكم، هل أنتم مع قرار إيقافها ولا لأ؟